حاسس انها شاري ورق شجر. دي مش جوز الهند، ده جبنه رجول فراخ وما بينهم ورق الشجر ده. هو بيفتحها اهو. ما كانش ينفع اوصل بالي من غير ما اجرب اكل الشارع، وقعدت ادور على اكتر حته شعبيه وزحمه عشان ادوق الاكل المحلي مع الناس المحليين. اوكي، كل حته فيها فيه عظم. طب حاجه كده ايه؟ باتسو تيس. بصراحه بدات اقرب شويه، حاسس ان في هنا حموضه وحرقان كده غريب من طيب ايوه. اندونيسيا. اندونيسيا بالي. وصلت منطقه عباره عن اكل شارع بس كده زي ما انتم شايفين، عباره عن محلات جنب بعض وبتيجي تاكل اللي انت عايزه. تعالوا بقى نجرب اول اكله معانا، فنخش نستكشف هنا كده. هاي اوه، بصوا المنظر. يا جريت يا ثانك يو يا. بصوا دي اول حاجه هجربها، عامله 4000 روبيا. بصوا دي شكلها. وات از انسايد؟ هو قال لي ان هي جواها موتزاريلا وخضار، فتعالوا نجربها. طعمها حلو قوي. بصوا جواها جزر. What? Yeah. Oh, this spicy also. Okay. قال لي انا ممكن اجرب الصوص ده سبايسي شويه، بس انا ماليش في السبايسي، بكرهه، بس هدوقه برضك. قلت البيتزا. ثانك يو. ودي قطع الفراخ اللي موجوده جوه وملفوفه، مش عارف ده بصراحه ايه، بس شكله عيش يعني. ناخد بقى حته من السبايسي ده. السبايسي عندهم سبايسي. دي كده كانت اول حاجه. تاني حاجه بقى معانا اللي هي دي. تعالوا نشوف جواها ايه. دي جواها زي بطاطس ومتغلفه بورق كده شكله غريب، بس اللي كانت قبلها بصراحه كان طعمها احلى. كده حلو قوي. احنا كده سخنا. تعالوا بقى ايه نشوف عربيه تانية ونجرب اكل تاني. شايفين كده ايه السكان ورايا بيجي ياخد اللي هو عايزه بالقطعه. القطعه بتبدا من 1000 روبيا. تيجي تختار القطعه اللي انت عاوزها، تحط عليها الصوصات اللي انت عاوزها وتجرب. فبصراحه بدايه موفقه. تعالوا بقى ايه نستكشف عربيات تانية. فالمكان ده زحمه، فتعالوا بقى نشوف هنا دي بتشوي هنا ايه. How much is it? 1.5. Yeah, 1.5. Yeah. 50,000. Oh, okay. Okay, it's no problem. 10 is good. Yeah, okay. No spicy, please. الشطة عندهم موضوع تاني، حراقة جدا. Yeah, thank you. Yeah. Is it chicken? Chicken if pork. Oh, I not eat pork. Sorry, I don't eat pork. I'm Muslim. Yeah, sorry. كنت خلاص هشتري وخدت الحاجة ودفعت ثمنها، وسألته بالصدفة ده بورك ولا لا، اللي هو ده لحم خنزير ولا لا، وقالت لي ده خنزير. قلت لها مش عايز، فده عشان كده كانت بتضحك يعني. اي محل من دول مكتوب عليه حلال، عشان هنا في حاجات داخل فيها خنزير كتير. اهو ده مثلا مكتوب عليه، بص هو في صورة خنزير مكتوب هنا نون حلال، مش حلال يعني، مش هينفع. ده خنزير. في مكتوب حلال اهو، حلال اندونيسي. حلال؟ حلال ان شاء الله. ان شاء الله. زي الفل. زي الفل. انت مسلم؟ Yeah? Oh, nice. Okay. Chicken noodle or meatball? Chicken noodle Chicken noodle. and Meatball. this chicken. Yeah, chicken and then beef, egg. Okay. How much is it? 20. Okay. For one. I take one. Yeah. بص دي عبارة عن كرات من الفراخ. Bakso. باتسو. Bakso. باكسو. Bakso. اسمها باكسو. Okay. And these noodles. Yeah. Okay. Yeah, yeah, alright. Okay. It's spicy? No. No spicy. No spicy. Okay. Okay. Give it. Bye. You can sit here. You are a vlogger. Yeah. On As a YouTube. YouTuber. Yeah. On YouTube. Oh, Yeah. What your channel YouTube? I can write it down for you. بكتب له اسم القناة. سألني انت يوتيوبر ولا لا، فقلت له عايز يكتب اسم القناة. Is it live streaming or? No, just video. I'll make video for street food in Indonesia. Indonesia. Yeah. How much is it? 20. Say 20? Okay. Yeah. Okay. I want 20. خد اليوتيوب بتاعي، والوجبة دي عاملة 20,000. 20,000 يعني حوالي يورو، يعني حوالي 50 جنيه. Thank you. ودي عبارة عن شيبسي بنودلز فراخ، ده الصوص من عندهم برضه، بس مش عارف بصراحه ده ايه، فهنجرب سوا. نجرب اول حاجه بتاع المقرمشه دي ونشوف طعمها.
عامله زي السمبوسه اللي بنعملها في رمضان وبتحشيها خضار او فراخ او كده. طعمها حلو قوي. بصوا هيشرح لي ازاي تاكل الوجبه دي. Yeah, for sure you can explain. You must put like soy sauce. Okay, first a bit of soy Just a sauce. bit. Yeah. صوص. ده صوص الطماطم عامل زي كاتشب كده. And then this is chili. If you like Spicy, not not so spicy, just only yeah, a bit. really Indonesian so spicy. bit. حط Bit of, بس. and then you mix. عامل زي الكشري عندنا كده. Is it almost like similar like Indonesian spaghetti? Okay. Spaghetti, but it's different. Yeah. Is it Indonesian? Wow. Oh. Oh yeah. Yeah, really, I Thank you. like it. Wow. Thank you. Yeah, for you too. Here. Yeah, thanks so much. ناخد بقى شوية مكرونة من دي. المكرونة مع الخضار مع شوية الحاجات الغريبة اللي أنا باكلها دي طعمها حلو. المكرونة شوية طعمها عامل زي الإندومي، لما بتشتري كيس إندومي بتبقى يعتبر نفس الطعم كده بس أقوى شوية. ميكس كده غريب بس طعمه مش وحش. الوجبة بصراحة يعتبر كبيرة وأنا مش قادر أخلصها وعايز أسيب مكان شوية عشان نجرب أكلات تانية فتعالوا نجرب بقى حاجات تانية. Yeah, thank you. Yeah, have a nice day. Bye bye. Terima kasih. Yeah. باي باي. تريما كاسي دي يعني شكرا فقلت له تريما كاسي. تعالوا بقى، انا كنت قاعد باكل هنا فهشوف بقى هنا بيبيعوا ايه. انا شايفهم بيعملوا حاجات في ورق الشجر، فتعالوا نبص بس على الحاجات دي. بصوا ده اللي انا بقول لكم عليه، حاجات كده غريبه في ورق الموز نجربها سوا. فتعالوا نبص بصه كده شوف بيبيع ايه. Yeah, This is the bread like fried chicken. fried chicken. Yeah, fried. قال لي ان دي انواع مختلفه من الفراخ. دي فراخ بانيه، ودي فراخ بالصويا صوص، ودي فراخ بتوابل اندونيسي، ودي فراخ مش عارف بصراحه كانت فراخ ايه. انا اجرب الفراخ اللي انا عارفها اللي هي فراخ بانيه ونشوف شكلها عامل ازاي. شكلها غريب بصراحه، بحس انها شاري ورق شجر. فتعالوا نجربها. احاول الاقي مكان زحمه. تعالوا نفتحها سوا ونشوفها. تفتح ورق الشجر تلاقي رز وفراخ بانيه وده فلفل حار، وبصوا وما بينهم ورق الشجر ده. طب في العادي انت المفروض الاكله دي تتاكل بايدك، بس انا مش عايز اوسخ ايدي فطلبت معلقه. كمان شايفين شكلها عامل ازاي، فتعالوا بقى نجرب. اول حاجه الرز لوحده. الرز طعمه حلو، والفراخ لوحدها دي شكل حته الفراخ، هي كذا قطعه جنب بعض وفي قطعه تانية كبيره اهي. دي قطعه فراخ اهي. لا الفراخ حلوه بس فاهم. الفراخ مش حلوه. فتعالوا نشوف دي برضو فيها عظم ولا لا. لا على ما اعتقد برضو فيها عظم. فيها عظم، فانت تبقى مركز شويه وانت بتاكل. بص عظم اهو. في كل حته فرخه فيه عظم، فبصراحه بدات اقرف شويه. بصوا بصراحه انا قرفت كفايه كده. وتعالوا نجرب حاجه تانية. بصوا زي ما انتم شايفين ورايا كده قاعدين كلهم بيلعبوا بعد ما خلصوا اكل. حاسس ان في هنا حموضه وحرقان كده غريب من السبايسي اللي فيها. كميه سبايسي رهيبه. انت لما بتجرب اكل شارع بتبقى انت عارف انك مش داخل مطعم سياحي هتاكل حاجه نظيفه، انت بتبقى داخل وعلى الله. كميه السبايسي رهيبه. فتعالوا نرطب على اللي احنا كلناه عشان بصراحه السبايسي رهيب. هاي do you have juice? Coconut. How much is it? How much is it? استنى بسأله how much. شكله كلمش انجليزي. 15,000. اوكي دي ب 15,000 الواحدة. نايس. تبقى الواحدة شكلها عامل كده زي في القفص دي. بعد كده هو بيقشرها لك وبينضفها لك. بيبقى جواها زي ميه كده برضو طعمها مش وحش. لحد دلوقتي الحتة دي بايظة خالص. وده الراجل اللي معانا هنا. تريما كاسي. نقعد بقى هنا جنبه عمال باصص لي في الكاميرا. بصوا قاعد مركز معايا ازاي. انا هشرب بق. تاخد الحاجه شويه. عايز شويه والله خد. بصاته غريبه قوي. الحمد لله خلصناها. ريحت الزور شويه. يا ثانك يو تريما كاسي ديليشس. تريما كاسي باي باي.
باي باي باي. والله الراجل جميل قوي مع انه كان باصص لي في جوز الهند، بس راجل روعه. هاي لسه زي الشارع زمان شايفين مطول شويه. تعالوا نشوف ده بيبيع ايه. بصوا ده بيبيع رجول فراخ وفراخ. For this something in a grill, chicken grill. Chicken grill. Yeah. Ayam lari-lari, chicken run. Ayam lari. I am Larry, okay. Chicken run, okay. Yeah? Okay. Larry. Thank you. Yeah. terima kasih. الست اللي ورا دي بتبيع رجول فراخ ونودلز، بس انا النودلز دي لسه مجربها. سألتهم ان في حد هنا بيبيع فراخ مثلا مشوية ولا حاجة زي الست اللي ورايا دي، بس ده طلع خنزير. فحاول اشوف، قال لي في راجل هنا قدام على اليمين ده بيبيع فراخ اللي هي مشوية على الجريل دي. في الاخر بعتني على مطعم عادي، فكرني عايز اكل جريل تشيكن اللي هي فراخ فعلا مشوية على الفحم، بس هو ما فهمنيش شكله. انا هرجع تاني للشارع اللي هو كان كله حاجات اكل شعبي ده. الخيام دي كلها اللي انت شايفينها دي اللي فيها الاكل الشعبي، بس قاعد بيغسل الحاجات هنا. وعلى ما اعتقد انا لقيت الفراخ المشوية اللي انا بقول لكم عليها هي دي. حلال؟ اوكي، هو قال لي ان هو حلال. ودي الفراخ اللي انا كنت بدور عليها اللي هي في السكان. Yeah, how much is it? Yeah, 10,000. Okay, yeah, great. Okay. What is it? Spicy? No spicy. اسألني لو عايز سبايسي، كفايه سبايسي الواحد تعب. ودي الاستيكات اللي انا بقول لكم عليها بتبقى فراخ مشويه، وهو قال لي انها حلال. ساتيه فراخ ساتيه. ساتيه بولي. بالي. ساتيه بالي. دي الوجبه بتيجي في قرطاس كده كله رز ومع الساتيه. تعالوا بقى نجرب. بسم الله. طعمها مش احسن حاجه، بس عامله 2000 يعني مش عارف 5 جنيه ولا حاجه، مش زي ما انا كنت متخيل. هي بس عشان مشويه على الجريل مديها طعم حلو. تعالوا بقى نجرب الرز هنا. الرز هنا احلى من المكان اللي فات. وكده برضك معاه الفراخ اللي هي الكرانش دي. الفراخ برضه طعمها هنا احلى. الاكل هنا طعمه احلى وشكله انضف كمان. هو المكان شكله مش نظيف، بس الاكل طعمه كويس. وحطيت لي حاجه كده غريبه انا مش عارف دي ايه بصراحه. حاسس ان ده بصل مقلي كله مع بعض وطلع بالمنظر ده، بس في كميه توابل في الاكل. انا حاسه التذوق عندي راحت في داهيه بسبب كتر التوابل. بصوا دي شكل الشوربه اللي جايه معاها. قالت لي جربها برضه، فمش عارف دي شوربتي بصراحه. سوري وات از ذس؟ فروت. اوكي ديليشيس. يا بس عم الحاج ده قاعد جنبي من شويه قال لي اديها يا معلم في الشوربه. عمال يقول لي كل وهو مش حاسس بالامعاء اللي عندي اللي ضربت. بص دي شكل الشوربه ايه، فتعالوا نجرب. بسم الله. لا الشوربه حلوه، الشوربه احلى من الاكل. هي شكلها غريب شويه وغبي، بس احلى من الاكل. عارف انت لما تيجي تعمل اندومي وتزود التوابل قوي، هي زيها كده. وانا بحب الاندومي، فالشوربه بصراحه عجبتني اكتر حاجه عجبتني النهارده. هي بتعمل لي عصير اهو. خش عليها بالعصير عشان اغسل اللي انا اكلته. والراجل اللي ورايا ده قاعد بيترجم لي عشان هم مش فاهمين حاجه مني. نايس ثانك يو. جريت. بس ده يغسل مع شويه التلج دول. ايس تي. ده طلع ايس تي. How much is this? 5 تينو. بص اللي حصل دلوقتي ان الست اللي قدامي دي قالت لي ان هو ب5، والراجل اللي ورايا اللي المفروض بيترجم ده قال لك 15 بيزود عليها عشان ان انا سايح وكده، بس هي قالت له لا هو 5 بس. فبصراحه الست دي وولادها اللي شغالين دول ست عظيمه، وشكرا ان هي ما ضحكتش عليها في 10,000 روبيا. وما تيجوا مصر عندنا ان شاء الله نعمل معاكم الواجب. ثانك يو. terima kasih. Yeah, delicious. Yeah, so it's really nice. terima kasih. Yeah. See you. باي. تعالوا بقى نحلي هنا عند المحل ده. اسعار هي بتبدا من 10,000 الحاجات الغريبه دي. اختار اللي انت عايزه. دي الحاجات اهي. السلام عليكم. هاي السلام عليكم. هاي hello. Hi, can I get clothes? Clothes or not? It's okay, no? It's okay. Can I get juice or fruit salad? Fruit salad. Yeah, salad. Fruit salad. Can I get one? Yes, thank you. terima kasih. Yeah. Thank you. You too. Yeah. تعالوا نجربه سوا. طعمه مش حلو خالص. مش عارف هي حاطه ايه على مش عارف دي. انا كنت مفكرها جوز الهند، بس دي مش جوز الهند، ده جبنه. حاطه جبنه على الوش. عمري ما دوقت في حياتي فروت سلطه طعمه وحش قوي كده.
هي المانجا طعمها حلو لوحدها. Can I know what is it? Oh, thank you. What is this? This. This? Yes. طعمه وحش قوي البتاع اللي فوق ده. لا مش قادر اكمله بصراحه. هي المانجا لوحدها طعمها حلو والدراجون فروت لوحدها طعمها حلو. هاخده وامشي واعمل نفسي باكل في الطريق. تشيما كاسي طعمه عامل زي الجبنه كده، فبصراحه حاجه تقرف، وانا رميته مع اني ضد طبعا ان اي حد يرمي اي اكل، بس البتاع اللي كان ابيض فوق ده كان طعمه وحش جدا. فدلوقتي عايز اسحب فلوس عشان ما عادش معايا فلوس. وبص هنا السوبر ماركتات، طول ما انت ماشي السوبر ماركت تشتري الحاجه اللي انت عايزها. ودي بنزينه، من كتر الموتوسيكلات هنا فقدام كل السوبر ماركت بنزينه، تقدر تشتري الحاجه اللي انت عايزها من السوبر ماركت وتطلع تفول على طول. والاي تي ام موجوده جوه السوبر ماركت، تحس ان السوبر ماركت ده هنا لامم كل حاجه، بنزينه والاي تي ام. هنا بصوا هنا الاي تي ام اهي. بصوا سحبت الفلوس اهو، سحبت 500,000. 500,000 دول اللي هم حوالي 30 يورو، يعني بالمصري حوالي 1000 ونص. دول ممكن تقضي بيهم هنا اكل وشرب، بس ممكن اسبوع ونص اسبوعين، وبرضك على حسب طبعا انت هتاكل فين. بصوا واقفه في الشارع محجبه، موز مقلي في زيت. ف maybe I can take this one. Yeah. One from this one. Yeah, try. ده عباره عن موز مقلي في زيت، فبرضه تعالوا نجربه. شكل الكيس حاجه كده ايه مش مبشره، بس ايه yeah. One. And what is this? This is Sama, ya. Sama. Okay. Yeah, thank you. Yeah, bye. فتعالوا نجرب اللي احنا اشتريناه ده. سألتني ان انا اقعد هنا اجرب الحاجات دي. دي بصراحه طعمها حلو. شكل الكيس اللي طالع منه وقفتها في الشارع وكده يدي ان هو طعمه مش هيبقى حلو. عارفين القطايف اللي في رمضان اللي بتبقى محشيه من جوه، بس احنا بقى بنحشيها زبيب وسوداني والكلام ده، هي دي بقى جواها هنا موز. تعالوا بقى نجرب تاني حاجه لسه كده عليها سمسم من بره، فتعالوا نفتحها سوا. ده اللي جواها بس مش عارف ده ايه بصراحه. بصوا طعم السمسم باين فيها. انا حبيت التانيه بصراحه اكتر. بصوا هي قاعده هنا اهي، دي اللي انا حبيتها، ودي اللي هي بالسمسم ما حبيتهاش قوي. يا ثانك يو ده عامل زي اوبر هنا كده، بتركبه لما تكون محتاج مشوار. تطبيق اسمه جراب، ممكن تطلبه عادي، بس غير كده انت لو وقفت في الشارع اقول لك تعالى اركب معايا وكده يوصلك المكان اللي انت عايزه، بس معظم الوقت بيغلي عليك. لكن لو طلبت من خلال التطبيق على طول بيبقى السعر ارخص. البتاع اللي انا باكلها دي بتاخد وقت عما تتاكل. يا جريت. والله ناس طيبين جدا. بصوا قاعد حاطط الحاجه كلها على الموتوسيكل. اندونيسيا اندونيسيا بالي. الفلوس. بيتكلم عربي شويه. انا معلوم. انت معلوم. ايوه اول انا في سعودي مكه. ايش سويت مكه؟ مسوق. في مكه في السعوديه. سواق اول. سواق اول. ايوه. بتتكلم عربي. معلوم الحمد لله. معلوم. إيه السعوديه اشتغلت في السعوديه 6 سنة. 6 سنوات في السعوديه. سبيك جود Arabic. جريت. عليكم السلام. You're Muslim also? You're Muslim? ايوه. ايوه. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you, nice to see you and السلام عليكم. السلام حبيبي شكرا. الراجل طلع بيتكلم عربي، وانا خدت اللي هو ده عباره عن كافيه. شكله عامل ازاي؟ ده عامل 5000، يعتبر غالي شويه. 5000 مزار طبعا رخيص بالنسبه للعمله بتاعتهم، بس انا لسه واكل وجبه حاليا ب 5000 ولا ب 10,000. تعالوا بقى ايه، احنا وصلنا على البحر هنا. في هنا المكان ده برضو بيبيع اكل شارع، دي كلها عباره عن سناكس كده. ودي اللي انا لسه مجربها من شويه، اللي هي كانت دي مع البتاع اللي هي التانيه اللي لونها اصفر. واللي ورايا ده السوتيه اللي انا لسه واكله من شويه. بيشوف زي ما انتم شايفين كده. How much for one steak? 2000. Okay, I need just one steak. بص اجرب دي. التانيه كانت بارده شويه، لكن دي لسه طالعه من على النار طازه. بص شكلها عامل ازاي. تعتبر فراخ السوتيه دي من اكتر الاكلات المشهوره هنا في اندونيسيا، فتعالوا برضو نجربها سوا. لا دي طعمها احلى بكتير من اللي انا جربتها. اللي انا جربتها ما كانتش حلوه كده. دي بالظبط عامله زي الفراخ المشويه عندنا. الفراخ السوتيه دي لو جيتوا هنا اندونيسيا لازم تجربوها، بس اهم حاجه تكون لسه طالعه من على النار زي الراجل ده كده. هجرب بقى الدور عندهم. الدور عندهم زي عندنا عامل برضك 20,000، والمقلي جوه هنا عامل 10,000. بص برضك هنا بيدهنوه زبده، وعندهم صوص التشيلي ده، بيحطوا الصوص التشيلي ده على كل حاجه. جريت. يا ثانك يو. ناس لطاف جدا، هفضل اقولها كتير ان الناس هنا فعلا لطاف.
وتكتشف وتجرب حاجات جديدة كل ما بتسافر أكتر. فالصراحة هل الأكل الإندونيسي عجبني؟ بس بصراحه الاكل الاندونيسي عجبني، رخيص وطعمه حلو، بس اهم حاجه ما تزودش في الشطه. وليه كل بلد بيستعملوا شطة وتوابل بكميات مختلفة وبيكون ليها أكلها الخاص، لحد ما عرفت إن الديانة والمناخ وكمان التجارة كل ده بيأثر على أكل الدول. فهل تحب تجرب في يوم ما الأكل الإندونيسي؟